أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نسأل أهل السنة ونراجع كتبهم ونفحص في رواياتهم عما إذا كان عندهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمامة وعدد الأئمة بعد رسول الله. هل هناك دليل على حصر الأئمة بعد رسول الله في عدد معين أو لا يوجد دليل؟ وإذا كان يوجد دليل فما هو ذلك العدد ومن هم أولئك الأئمة الذين دلت عليهم وعلى إمامتهم تلك الأدلة؟ لأن احنا نقرأ في كتبهم حديث الأمراء، حديث الخلفاء، حديث النقباء، حديث الاثنا عشر، حديث الملك. هذه الأحاديث الآن تصرح بأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12 خليفة كلهم من قريش. وهي بالحقيقة أنت لما تريد تراجع ليس المراد إن كلهم من قريش، كلهم من بني هاشم وليس كلهم من قريش. لما تراجع وتتفحص وتلقى الدليل كلهم من بني هاشم، ولكن اتفقنا معاكم كلهم من قريش. عددهم 12 من 1400 سنة، مدري 1200 سنة، وين لحد الآن ما عديتهم. طونا عددهم من هم، طونا اسمائهم، عددهم لحد الآن ما نعرف عددهم الآن. فإحنا حتى أنا أعيد السؤال مرة أخرى، إننا نسأل الأخوة أهل السنة ونراجع كتبهم ونفحص في رواياتهم عما إذا كان عندهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمامة وعدد الأئمة بعد رسول الله. هل هناك دليل على حصر الأئمة بعد رسول الله في عدد معين أو لا يوجد دليل؟ وإذا كان يوجد دليل فما هو ذلك العدد ومن هم أولئك الأئمة الذين دلت عليهم وعلى إمامتهم تلك الأدلة؟ ما عندكم حديث الاثنى عشر؟ أنتم حديث الاثنى عشر تعرف طريقة كم طريق إيجابي الروايات؟ تتجاوز 130 طريق. حديث الاثنى عشر تتجاوز 130 طريق. أنا وصلت 124 طريق وتوقفت، مليت من القراءة. وقد يكون تتجاوز 130 ما أعرف، يعني بعد أكو كلام به. لكن احنا ممكن يجاوبونا الري جواب من هم الاثنى عشر، جاوبونا من هم. كلهم من قريش. من هم كلهم من قريش؟ انتم عندكم اول خليفة ابو بكر وليس قريش. مو تمام؟ يعني هاي اول خطأ. المهم عددوا لنا الاثنى عشر خلافات ليخلفون رسول الله صلى الله عليه وآله أو من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.